الله يسعد كل اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم في برنامج المسامح كريم. القصه اللي رح نتابعها بعد شوي هي من المغرب، مش رح تفصلها الان، ولكن بعد ما نستقبل ونرحب صاحب الدعوه المهدي من المغرب. تفضل حبيبي. ايه الاخبار مهدي؟ الحمد لله. طمني عنك. الحمد لله، بارك الله. كيف كان وصولك؟ ان شاء الله ما تعذبت، كل شيء تمام؟ الحمد لله. من وين من المغرب؟ الحمد لله، من كازابلانكا، الدار من البيضاء. كازابلانكا الدار البيضاء. اهلا وسهلا فيك. راح بحكي معك شوي، بس خليني اولا يعني حط المشاهدين بصورة الوضع. تفضل استاذ. مش هيك؟ تفضل. المهدي متزوج من 6 سنوات من سيدة اسمها فتيحة، عندهم بنته صبي، يعني عندهم الولد عمره 6 سنوات والبنت عمرها سنتين. الله يخليهم. صار في مشكل مثل كل الأزواج، مثل كل العائلات، صار في مشكل، والمشكل مبني على أو سببه هو الغيرة، لأنه مهدي بيشتغل وظيفته حارس أمن بإحدى الشركات الخاصة بالدار البيضاء. طبعا عنده شوية متاعب مادية، عليه شوية ديون، بيشتغل اوفر تايم، بيشتغل بالليل. المهم انه في ليلة من الليالي قاعد مع مراته، بيجي تليفون. هلا هو بيقول انه هي مديرة الشركة استدعته وراح يقوم بوظيفة معينة. راح طبعا رجع لقى زوجته زعلانة غضبانة قايمة قيامتها، يمكن مكسرة أمور في البيت. تمام. تخانقت معه، زعلوا من بعض، طلع الصريخ، الزعيق، قام ضربها. زعلت الست فتيحة وزعلت كثير، يعني أخذت الأولاد وتركت البيت. الوضع صار له قديش له الوضع هذا؟ مدة طويلة. له مدة طويلة؟ يعني شهر، شهرين؟ تمام. شهرين؟ يا زلمة شهرين مدة طويلة؟ تمام. والله ده هي مدة طويلة. طويلة. فإذا الوضع له شهرين، الآن شاف إنه في فرصة يرجع من خلال هالبرنامج، يحاول إنه يرجع عائلته، يرجع فتيحة والأولاد إلى المنزل. بقى أنا شخصيا بدي أتشكرك على ثقتك. شكرا كثير يا استاذ. بتمنى إنه ساعدك قد ما فيني، بس تحطني بجو فتيحة شوي، يعني كيف أطباعها، قديش زعلانة من الوضع. هل في تواصل صار بينك وبينها؟ هل حاولت؟ حاولت كثير. كثير. رافضة تحكي معك؟ رافضة وبيصدني عائلتها كاملة. هل وسطت حدا من الأهل؟ هل كثير من أهلك كتير. من أهلها؟ أهلي أبويا وأمي بيحبوها كثير، وتدخلوا بيناتنا وما في. مهدي، بس أنا بدي أسألك سؤال. على افتراض لا سمح الله تمام إنه الست فتيحة بعد ما تجي لهون، إذا إجت، لأنه ما بنعرف إذا تسلمت الدعوة ولا لا، بس على افتراض إنه لم تقبل إنه تفتح الستار وإنه تصالحك، شو رح تعمل؟ صعبة؟ انتوا ما في طلاق بعد؟ لا، ما في طلاق. فكرت شيء بالطلاق؟ فكرت؟ من ناحيتها هي فكرت طلقها يعني؟ لا، هي طلق. هي فكرت طلق. ليه بتعتذر؟ هالقد صعبانة عليها؟ انا عايز الم الشم، مش عايز. عرفت بدك تلم الشمل، بس في احتمال انه لا سمح الله الست تقول لك انا خلص مش عايزة. دي حاططها 60% 70%. يا سيدي، نحن بناء على طلبك ورغبتك سلمنا الرسالة إلى الست فتيحة بالدار البيضاء. الله يخليك. خلينا نشوف إذا كان قبلت الدعوة ولا لا.
جورج، حنا الآن في مدينة الدار البيضاء بساحة الحمام، وغنتجهوا لمنطقة جوهرة عند السيدة فتيحة الشعبي باش نعطيوها الدعوة ديالها. أجيو معايا. أستاذ جورج، حنا دابا في حي جوهرة، قربنا من البيت ديال فتيحة الشعبي، وأجيو نشوفوا واش غنلقاوها. السلام عليكم، مدام فتيحة الشعبي. كلشي مزيان؟ بارك الله فيك. انت ام جوج وليدات، الهدى وايمن. ولادي. ايوا تبارك الله، الله يخليهم لك. الاستاذ جورج كيعطيكم هذه الدعوه للحضور ان شاء الله معاه. علاش لا، معرضه من الخير. اوكي شكرا. مع الدعوة إلى فتيحة وصلت. فتيحة كمان شرفت إلى استوديو، موجودة بالخارج مش سامعة شيء من اللي عم بيصير هون، ولا هي عارفة إنه صاحب الدعوة هو زوجها. بس لحتى أختصر الموضوع للي ما تابعونا من الأول، إنه الأستاذ المهدي من المغرب متزوج السيدة فتيحة، عندهم ولدين، يعني بنت صبي وبنت 6 سنوات وسنتين. البنت قالنا انه عندها ربو. الست فتيحه بتغار كثير على زوجها، يعني غيري غير اعتياديه، لدرجه انه في مره تلقى تليفون بالليل من رئيسته بالعمل، طلبت منه انه يخطب يعني بالعمل. ترك البيت، رجع لقاها مكسره الدنيا وتخانقت معاه وتشاجرت معاه، اضطر انه يضربها. تركت البيت هي والاولاد، والاخ المهدي عايش بتعاسي، صار له اكثر من 3-4 شهور، وبده الان يحاول يرجع فتيحه والاولاد الى المنزل العائلي. هلا بدنا نشوف شو راح بيصير مع فتيحه. بدنا نستقبل فتيحه من المغرب. اهلا ست فتيحه. اهلا تفضل يا عيوني. اهلا وسهلا. الله يخليك. كيف احوالك؟ والله بخير. ما شاء الله عليكي، شو الالوان الحلوه هيدي. الله يخليك. منوره منوره بيك. كيف تركتينا المغرب كازا والاهل كلهم؟ كل خير، كل شيء بخير. والاولاد الحمد لله بخير؟ بخير. جبتيهم معك او بعدهم في المغرب؟ لا، في المغرب. مع مين تركتيهم؟ مع ماما. مع ماما. مع ماما. يا اهلا. بتشتغلي انت شيء؟ لا. طيب، عندك فكره شيء ليش جيتي على البرنامج؟ مسابقه. هي مسابقه مهمه جدا، والمكسب كثير كبير. نتمنى خير. بعد ما حصل قبل. نتمنى. بقى ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. الحقيقه انا بدي اشكرك على مجيئك. الله يخليك. لانك جيتي مش عارفه شو السبب. سمعت الدعوه من السيد. قبلتي الدعوه وبتشكرك من كل الله قلبي. يخليك، يحصلنا الشرف. انا مقدر هالشيء. الله يخليك. مقدر هالشيء. الله يخليك. انت مبسوطه بحياتك؟ الحمد لله. ماشي. شويه. لا تخبريني شو، بحب انا هيك اعرف الناس شو عندها قضايا واخبار. ماشي كل شيء ديما كامل لك، اي حاجه بغيتيها ما يمكنش ديما تكون. كامل لله سبحانه وتعالى. ايه يعني ما عم بتواجهي صعوبات؟ ما ضروري. في صعوبات. مثل من اي نوع؟ من كل جهه. لا والله. هاتي لشوف. الاهل؟ الاصدقاء؟ مين؟ من الزوج، من عندك مشكله مع الزوج؟ وشو المشكله؟ ما بدنا هلا ما تزعلي، ما بدنا يعني. طيب خلص فتيحه، خلص انسى. خلص. انا يعني بدي اقول لك مش انا اللي صاحب الدعوه، الحقيقه في شخص هو دعاكي الى الاستوديو. يعني البرنامج هذا مسابقات صحيح، بس مسابقه
معنويه مش ماديه. بدك تعرفي مين دعاكي؟ ايه؟ ايه بدك تطلعي بهالشاشه. كذاب غدار خاين غشاش. لا عادي، عادي شوي، عادي شوي، عادي شوي، عادي شوي. كذاب وغدار وغشاش. فتيحة خليكي معي شوي، أنا مش ليكي، مش جايبك هون لحتى تزعلي وتعاني. بليز خليكي معي. باش نشوفهم باش نشوفهم. طيب هلا هو اللي دعاكي وحملني رسالة إلك. خلينا نسمع الرسالة بالأول بعدين نحكي. إيه رأيك؟ باش نسمعوا. لا نسمع الرسالة. تسمعيها مني؟ بشكرك، شكرا. بقول لك زوجتي الحبيبة، وحشتيني كثير، وافتأت هذا اللقب الذي لم أنادي به أحدا سواك. أكتب إليك هذه الرسالة وقد تعبت من بعدك ومن بعدك، أنت وأطفالنا اللذين أفتقد حضنهما كما أفتقد حضنك. أكتب إليك ولا أعرف كيف طوعك قلبك على أن تتركيني وتصطحبي معك الأولاد. بيقول لك يا ماما ميا، يعني ماما ميا، سمت بيقول لك ماما ميا، بيقول لك يا ماما ميا الحبيبة، أنا آسف على ضربك، فقد كان من شدة غضبي وفقدت أعصابي، وصدقيني لم أخونك في أي مرة، لأنك المرأة التي تكفيني، ولأنني لا أستطيع أن أخون حب العمر بيننا، وعشرة 6 سنوات كنت فيها أسعد الناس، ولم أكن أتصور أبدا أنك ستشكين بي بعد مكالمة هذه الليلة المشؤومة. ماما ميا الحبيبة، أقسم بالله أنها كانت مكالمة عمل، وأن رئيستي في العمل هي التي استدعتني، وأنها مستعدة لكي تقسم لك هي الأخرى على ذلك، فليس بيني وبين أي أحد غيرك أي حب، وإني أكاد أموت كل ليلة قلقا عليك وعلى الأولاد وعلى ابنتنا التي تعاني من الربو، وأحتاج لأطمئن عليها وعليك. يا زوجتي الحبيبة، هل يمكن أن تنسي حبي بهذه السهولة؟ وإذا كنت أخونك فهل كنت لآتي إلى هذا البرنامج لأطلب الصفح والسماح؟ أرجوك عودي إلى المنزل، وإن كنت تفتقدين عملك فلا مانع عندي من أن تعودي إلى أي عمل يرضيك لكي نعود كما كنا، ودعينا ننسى ما فات ونبدأ حياتنا من جديد بأن تقولي لي كلمة واحدة: المسامح كريم. يعني أنا متأثر شوي، أنا عم بقرأ رسالة، بس متأثر أكثر أنا عم شوفك عم تبكي هيك. كذاب، أتي كذب. أنت شكيتي فيه، خلينا نحكي أنا وياك شوي. أنت شكيتي فيه، اجته مكالمة بالليل، أقفل التليفون السماعة ومشي. أنت ظننتي إنه وحدة اتصلت فيه، مش هيك؟ ديما تتصل بي، ديما مش مرة واحدة. بتتصل فيه كانت دايما بتتصل. هي مسؤولة رئيسته يعني؟ لا مش رئيسته، الصديقة ديالو. عنده صديقة هي؟ عنده صديقة. هذه ماشي مدة ديال 3 شهور. بس انت عندك شيء دليل محسوس على ذلك يعني؟ كيف عرفتي؟ هو تبدل معي نهار اللي زادت الدرية الصغيرة. بس فهمينا شوي. هذه مدة عامين 2 وانا عندي هذا المشكل، ماشي دابا 3 شهور. سبق وكلمتيه فيها؟ ديما منين تعرف على هاد الصديقة الاخرى ما بقاش يصرف علينا، قطع المصروف، تنقول له عطينا باش نصرف على ولادي، وهذاك كنت ما عنديش، نهضر مع الفلوس تيضربني تيقول لي سيري لداركم، سيري عند امك، فيما نقول لي بغيت المصروف. ضربك قبل مرة؟ ديما تيضربني، دائما كان يضربك؟ ديما بيضربني. طيب انت هلا وين رحتي مع الاولاد؟ رجعتي لاهلك؟ رجعت لاهلي. ايه، شو بيقولوا اهلك؟ عندي غير امي
امك؟ ابي متوفي الله يرحمه. الله يرحمه. والوالده شو بتقول؟ امي شو اصلا رأيك؟ مريضه وديما تنبقى نعاود لها نشكي لها هو تيعرف حتى حد ما عندي اللي غيدافع عليا. حتى الا خدا فرصه ديما يضربني ورجع ويضربني ديما ما يصرفش علينا. بنتي مريضه تيمشي هو عند صديقه ديالو تيخلينا حنايا لا ماكله لا حتى حاجه ما تيعرفنا في والو. خصني انا نخدم باش نصرف على ولادي. فتيحة ما بعرف هو برسالته، يعني أنا شعرت وكأنه صادق، يعني وكأنه طيب ليه بده يجي قدام ملايين الناس يعتذر منك ويطالبك يطلب منك تسامحيه ويقول لك ارجعي إذا ما بيحبك؟ اي طلقني باش ارجع ليه. أنت بدك يطلقك؟ بدي يطلقني. ما ممكن ترجعي له؟ ما بدي أبدا أبدا. طيب خلينا نسمعه، بركي بده يقول لك شيء، هو بركي بيقنعك بشيء. مهدي تفضل. إلى الآن مش مقتنعة، قالت عنك كذاب منافق، وش قلتي كمان؟ خاين. خاين. ومش أول مرة، والمسألة إلها سنتين، يعني مين عم بيقول الحقيقة فيكم؟ فتح كيفاش كنت معاك انا في الاول قبل من 6 سنين هذا قبل ما تكون معايا رئيس العمل كان راجل، دابا ولات عندي مرأة. في الاول كنتي عارف هاد القضيه، كان عندي راجل كان يوميا كيتصل بيا كيبغي يطمعني على احوال الشغل. لما تغير راجل اصبح ست، من تماك بدا المشكل. هي قالت لك يا مهدي، هي قالت ما في شيء بينك وبين رئيستك، بس في وحده تانية إلها سنتين بتعاني وبتزعل انت وياها على الموضوع، وهي بتشارعك على الموضوع، وقالت لك وضربتها كذا مره. شو عم تحكي صح ولا لا؟ يا ضربتها مره واحده. ديما. مره واحده. ديما. مره واحده. ديما يعني دايما. شو مره؟ دايما يعني تضربني دايما. ما هي انضربت الست، هي عم بتقول انه ضربتك عده مرات. ناسي المرات الاخرى؟ لا مره واحده، والله مره واحده. طيب احكي لها بدك تحكيه. في وصلتوا الى وضع الان كثير حساس ومفصلي، او بترجعوا سوا على المغرب وبترجعوا العيله، او رح تبقوا منفصلين. يعني الست عم بتقول بدي يطلقني. تفضل. فتيحة اقسم لك بالله العلي العظيم، هذيك الست اللي كتصل بيا بالليل ولا بالصباح ولا في العشيه مجرد رئيسة عمل عندي، مجرد رئيسة عمل باش يطمئن عن اخبار الناس اللي بيقول. لحقاش انا كنت عارفاني خدام في شركه ديال السياحه، خدام في شركه ديال السياحه، ولكن خدام في قطاع الامن. الوفد اللي كيجي كاين اللي كيستقبلهم، ولا ما كانش شي حد يستقبلهم انا بنوب عنهم بحكم اني اقرب واحد لمقر العمل. كذاب. اقرب واحد لمقر العمل. ما فيش عمل بالليل. خليني اسالك سؤال. تمام. فتيحة قالت انه انت وقفت المصروف عنهم خلال سنتين. مش موقفت المصروف، هي عارفه ظروفي، غارق ديون، عارفه الظروف ديالي، غارق ديون. اخر الشهر دائما ما فيش مصروف، ما فيش. بنتي مريضه ما تبيش تعطيني فلوس نشري الدواء، ديما ما كاينش. ليكي فتيحة، طيب يعني كل انسان عنده ظروف، ممكن يكون غارق بالديون. يعطيني قليل والو، مش يعطيني والو. خلاص سكر، ما عاد يعطي شيء. سكر بالمره. مظبوط الكلام؟ يعني انت شاكه انه كان عم يصرف على يصرف على الاخرى. طيب شاكي بحدا؟ تنشوف عنده النقود في جيبه، ملي تنقول له عطيني تيقول لك ما عنديش، يخرج يرجع ما عندوش فلوس، هو ديالو عنده. سؤال كده مظبوط؟ اسألها شوف واش عندنا. انت اسألها فتيحة ما عمر شي نهار تراكم معنا شي ديون ديال السكن اللي شرينا انا وياك، الشقة اللي شرينا انا وياك، في داخل شهر في ايجار متاخر. لا كنت بالشاغل، كهرباء كنت بالشاغل بساعدك منين جلست صافي. قبل سنتين كنت بساعدك، قبل سنتين كنت بالشاغل
قبل سنتين. اشتغلت وساعدتك. كنت شغلي وساعده، نجلس صافي. قول قول قول، انا تركك لانه بدك تقنعها. الى الان لم تقتنع. الله يخليك، اقسم لك بالله العلي العظيم ما في حاجه احسن من الله نحلف به. والله ما بيني وبين شي واحد شي حاجه. اقسم لك بالله العلي العظيم ما تنعرفش يجي امراه، انا ما تنعرفش ست من غيرك انت. عم يقسم. كذاب. اقسم بالله العلي العظيم. ليه عم تفترضي انه كذاب؟ عم بيقسم، عم المرة قبل ما اخرج من المنزل دخل الدوش خرج، عيطت له في التليفون خرج. منين دار شي ساعتين رجع للدار، رجع دوش. منين سولته كي دوشتي وقع عليا بالعصا ضربني ويقول لي روحي لبيتكم، روحي عند امك. طيب ليك بدي اقول لك شغله فتيحه، يعني احيانا الرجل بيقولوا بيطلع خلقه بيتنرفز، ممكن احيانا كثير الغيره وكثره الغيره بتضغط عليه ينفجر. فكمان بدك انت تاخذي بالاعتبار هالامر. هالرجل اللي عم بيحلف اقسم هلا نية امام الله انه ما عرف مرة غيرك وانه بحبك وكان عنده مشاكل. طيب كمان ما تكوني صعبة انت، كمان لازم تصدقي، يعني ما تضلك حاطة براسك انه والله خانني وكان في خيانة وكان في وحدة. ما فيش راجل بيشتغل وما فيش من عنده نقود، اخر الشهر ما فيش. طيب ما كانش يشتري دواء للبنت؟ لا. يقول لي خاصني دواء، قلت شوفي دبري حالك منين ادبر حالي؟ هيك مزبوط هالكلام؟ الا دبري حالك، كيف تدبر حالها يعني؟ روحي عند امك. فتيحة، معقول ترجعي تعيشي مع هذا الرجل؟ ما بدي. خلص. خلاص. مهما عمل ومهما يعني التزم، إذا التزم أمامنا نحن شهود. هيرجع يضربني ثاني، هيرجع يضربني، يتكلفص عليا. أنا حترك لك رقم تليفوني، إذا ضربك أنا بدي أحطه بالسجن. شو تضربها أنت كمان يعني؟ غلطة والله لا غلطة عمر. شو غلطة يعني؟ غلطة عمر. بدك تقول لها إنه ما بعيدة بقى أبدا بحياتي. ما بعيدة، أقسم بالله العلي العظيم ما بعيدة إن شاء الله. ولا بتحط إيدك عليها بقى؟ ولا. ليك فتيحة. فتيحة أنا اسمعيني مزيان. هذا الرجال بحبك. سامعة؟ ما بغيتش ندير الغلط يديروا والدي وبعدوا على بعضياتهم، بغيت نكبر ولادي معايا. باغي نكبر ولادي معايا، ديريني في البال يا فتيحة. مرة واحدة لا تعصبت في حياتي كاملة، غفري لي، رأينا الله غفور رحيم. مرة واحدة غلطت، عمرها ما بقات تعاود. ظلمني كثير. فتيحة الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، ما بغيناش نكبروا الدراري بعاد علينا، خليهم وسطنا. ما عملتش حساب ليهم. ها؟ ما درتش ليهم حساب. ما درتش ليهم حساب. اقسم باللي خلق الدنيا والكون انا عمري ما خنتك، وعمري ما فكرت انا نخونك. الله احسن من كل شيء. فتيحة، يعني بدك شوي تسترجعي أنفاسك وتفكري هيك على رواق وبهدوء. ما بدي أضغط عليكي كثير لأنه مش واجبي أنا أضغط عليكي ولا دوري أضغط عليكي. هيدي حياتك، قرارك أنت بتحبي إنك ترجعي تستأنفي حياتك مع هذا الإنسان، تستأنفي حياتك، ما بتحبي قرار عندك. بدنا نوصل للحظة الحقيقة فيها الستار بينك وبينه، هذا الستار معنوي، بس هذا الستار ممكن يفتح لكم حياة جديدة، ممكن يضل مقفول وكل واحد يمشي بطريقه. بدك تفكري شوي وتقولي لي إذا بدك تسامحي وترجعي معه مثل ما تعهد، لأنه أنا رح آخذ تعهداته على محمل الجد ورح نتابع نحن. فكري. ديري بحساب الوليدات يا فتاة،
دير بحساب ايمن وهود. فكر مزيان ودير بحساب ايمن وهود. ولا كنتي مقلقه حيت ضربت كنت تنقول قدام هاد الناس كاملين، امام هاد الناس كاملين سمحي لي بزاف وما عمرها ما قطعوا، وتنقول سمحي لي بزاف وبزاف بزاف بزاف وما عمرها قطعوا. الله يخلي لك اللي عزيز عليك. فتيحه تفكري شحال من حاجه زوينه كانت بيني وبينك. واش كان كلشي خير؟ 6 سنين كان كلشي خير، وقبل كاع من 6 سنين 10 سنين كلها، وانا ما فهمت شيء. 10 سنوات كلها ايه كان كلشي مش ايجابي. ضروري فيه ايجابيات، ضروري فيه يوم حلو. فتيحه، يعني نحن كلنا شعرين معك وكلنا مقدرين وكلنا عارفين معاناتك. انت صادقه، عم تحكي بمراره عن الامور اللي مرت في حياتك معه، خاصه هالسنتين. بس مثل ما قلت لك، في الاولاد، في مستقبلكم كلكم كعائله. الرجل انا بعتقد نيته صافيه، نيته صافيه، ما كان اجى لهون، ما كان مضطر يوقف امام ملايين المشاهدين، امامنا نحن على الاقل، ويحكي هالكلام، يذل نفسه ويطلب ويعتذر ويقول لك انا اسف وانا مستعد انه ابدا حياه جديده معك. القرار الان اصبح بين يديك فتيحه. سمحي لي يا فتح، انا بكرر الاعتذار ديالي. سمحي لي يا فتح، وما عمري نبقى حق عليك يدي، راك عزيز عليا بزاف. اقسم لك بالله لا صادق في الكلام ديالي. سمعتي؟ شو رايك؟ شروط قولي شروطك. يسيبها، راه باقا معاه، ما يبقاش معاه. ليش انه هو معاه؟ باقي حلف بالله العظيم انه ما في حد. يسيبها، يرجع يخدم ثلاثة بالنهار، بيشتغل بالليل، يرجع ياخذ؟ يشتغل بالنهار. هو يشتغل بالنهار؟ هو بيشتغل بالليل حاليا؟ هو اللي يحب يشتغل بالليل، هو اللي يقلب البروجرام ديالو باش يبقى له النهار. سامع مهدي؟ انا اكيد قال بتسيب، ظبطت هذه القضيه. قال بتسيبها. واحد، يعني هي بتفترض انه في حدا طاعت تسيبها. اسيب مين؟ هي قالت تسيبها. ما بيني وبينها والو. في وحده، ما بيني وبينها ما فيش مش وحده. الرئيسي تبعك، مش مدير. والله ما في وحده. هي عندها شك انه في وحده لك سنتين انت وياها. لا ما في وحده. شرطها لترجع بتسيبها. ما في وحده، والله ما في وحده. ما في وحده، اقسم بالله. شو رايك؟ هلا عم بينكر هو انه ما في وحدتين. انا برايي صدقي. اوكي؟ انا برايي صدقي. ممكن ما يكونش في وحده ثانيه. ممكن انت بتظني بتشكي، في كثير ناس بشكوا بظنوا. شو بتقولي؟ بعد في شرط ثاني؟ ما في شروط، خلاص. الفلوس؟ ما في. الحمد لله وضعيه الماديه سوت في المغرب، وضعيتي الماديه انا بلاقي لك حل. تقبض المعاش بتعطيه ل. تمام، مرحبا. خلاص مرحبا، ما عندي مشكله. المعاش هي بتدفع الاجار وكذا. ما عندي شو مشكله. رأيك؟ يمشي الحال. يمشي الحال. ها؟ شفنا سنة. فتيحة، هلا لحظة الحقيقة. بدك تفتحي الستار، تطلعي، بتقولي المسامح كريم، ونحن حنتابعك. أنا أبوكي رح تابعك معه، الله يرحم أبوكي، أنا بدي تابعك معه. بس طلعي بهالشاشة قولي المسامح كريم. عشان خاطرك مسامح كريم. مش بس عشان خاطر، عشان عشان الأولاد. خلاص مسامح كريم، قولي له مسامح كريم. مسامح كريم.
هيك ما عملتوا؟ انا سعيد. شكرا. انا سعيد. وحلو كثير نحافظ على العائله وعلى الاسره، والمسامح كريم، وان شاء الله بترجعوا سوا مع بعض. الله يكرمك. بوصونا الاولاد، الله يخليك. ونحن حنستمر على تواصل مع بعض. مرحبا. اوكي، شكراً. يلا اطلعوا سوا من هون. يد بيد يد بيد. غبرها. على كل حال هيدي قصة بتنتهي بهيك جو من الفرح والسعادة. الله يديم الوفق دائما. هيدا رسالة المسامح كريم. منتابع.